لما تبقى النتيجة 2-0 وتعيش أجواء الاحتفال وتبقى فاكر إن خلاص الماتش خلص، وفي 10 دقايق بس كل حاجة تتغير، وإحساس الفوز والانتعاش والفخر والاحتفالات المبكرة تتقلب. تحس إن أنت اتغفلت، تحس إن أنت اتكبست، تحس إن حد ضربك على دماغك، وكل حاجة في ثانية حرفيا تروح. الحقيقة النهاردة أنا مش جاية أتكلم على ماتش، أنا جاية أتكلم عن العلاقات. ده بيحصل لي كتير جدا من الناس. في ناس بعد فترة من الجواز أو العلاقة بيحسوا إن هما خلاص مطمنين، إن هما الدنيا خلاص هتفضل مكملة كده طول العمر، إن مفيش حاجة تقلق، إن هما عملوا اللي عليهم والزيادة. بيحسوا إن الطرف التاني هيروح فين، هو موجود قاعد مش هيتغير، يمكن مضطر، وما بيحطوش أي احتمال إن ممكن النتيجة تتقلب. ما بيحطوش أي احتمال إن ممكن كل ده في ثانية يروح. عارف اللي عنده زرعة جميلة كبرت وطرحت وبقت حاجة لطيفة جدا، وبيقرر إن شكلها كده بقى تحفة، بدل ما يفضل يهتم بيها بيبطل يسقيها. هو بيتغر لسبب واحد، إن الزرعة ما بتموتش في يوم وليلة. الزرعة بتحتاج وقت كبير عقبال ما تدبل وتموت. الوقت الكبير ده هو اللي بيخليه يتغر، هو اللي بيخليه يحس ان هي هتفضل على طول موجودة، هو اللي بيخليه يحس ان الشكل الجميل ده مش هيروح. لو سألت كتير من المتجوزين خلينا نقيم اخر شهر في الجواز، اخر شهر بس في الجواز، تقييمك ليه هيبقى عامل ازاي؟ هتحس ان هو فجأة شال رجليه من على دواسة المجهود، وان هو مبقاش يعمل حاجة للعلاقة دي عشان تدوم. يبقى حاسس ان انا بشتغل وبصرف على البيت. بتشتغل وتصرف على البيت ده ملوش علاقة يعني بنجاح الجواز. انت نجاح العلاقة عملت فيها ايه؟ يحس ان ما انا عملت كتير، ده انت مشوفتش انت اول الجواز ده كنا عاملين ازاي، احنا كنا عصفورين، انا كنت بعمل وبعمل وبعمل. ايوه، اخر شهر بس في الجواز عملت ايه المجهود اللي بذلته؟ ممكن تلاقي النتيجة 0، والنتيجة الصفرية دي هي اللي بتقلب النتيجة وبتغير المعادلة، وممكن تكون سبب ان هي تبوظ الجوازة. دايما بقول لكم العلاقات محتاجة مجهود. فكرة ان انا ابذل مجهود كبير جدا في اول العلاقة وبعد كده احس ان انا خلاص كفاية كده، حاجات تانية تشغلني، ده ملوش اي علاقة باستمرار العلاقة. الناس اللي بتعمل صمت عقابي وهي متخيلة ان الوضع هيفضل زي ما هو، والطرف التاني مضطر ان هو يكمل، وان مفيش حاجة هيتغير، وان هي زي كانت بتنهار اول ما بعمل الصمت العقابي، وبتفضل تتحايل عليا وبتفضل تعيط وبتفضل هتموت نفسها، بيبقى متخيل ان الوضع هيفضل كده على طول. ده متوهم. اسأل الناس اللي بقالها سنين متجوزة وبتعمل لها صمت عقابي، تقول لك في الاول كنت بعمل كده، بعد كده مبقاش يفرق معايا، بقيت بستغل فتره الصمت العقابي بان انا اعمل حاجات كتيره جدا لنفسي ما كنتش بعرف اعملها والحياه عاديه. بقيت بستغل فتره الصمت العقابي واعمل حاجات تملاني انا وترضيني انا، وحقيقي بقت تيجي من عنده فتره الصمت العقابي. مفيش تعامل، مفيش علاقه، مفيش اي احتكاك بيني وبينه، فمع السلامه. ده انا بقى التعامل ما بيني وبينه بقى ضغط عصبي عليا، ويجي في الاخر يقول لك انا مش عارف ايه اللي حصل لها، دي اتغيرت، دي ما بقتش مهتمه، دي بقت مش عارفه ايه. طب ما انت السبب، ده نتيجه الزرع اللي انت زرعته. احصد اللي انت زرعته. انت متخيل ان انت هتفضل طول عمرك بالقوه والعنفوان والسيطره اللي في اول الجواز؟ متعرفش ان انت بتكبر وهي بتكبر، ان انت بتتغير وهي بتتغير، وان المشاعر دي لو ما حافظتش عليها حتى لو كنت كسبان طول 80 دقيقه، 10 دقايق لوحدها كفيلة جدا ان هي تقلب عليك الترابيزة، وان هي تغير المعادلة، وان الجوازة كلها والعلاقة كلها تبوظ، لان انت معرفتش للحظة الاخيرة تدافع وتحافظ. تحافظ على الكورة، تحافظ على الحب، تحافظ على العشرة، تحافظ على العلاقة كان المفروض تتعامل معاها بشكل احسن من كده. ده ماتش كورة، بس حقيقي حسيت ان احنا بنمر بيه كلنا في حياتنا وفي علاقاتنا.
ده ماتش كوره، بس ألمنا قوي. على قد حاله الفخر والعزه اللي احنا كنا حاسين بيها، على قد ما في لحظه حسينا ان احنا اتغفلنا، حسينا ان احنا قلبنا اتكسر، حسينا ان احنا اتوجعنا. والوجع ده اللي انا بشوفه في استشاراتي، الوجع ده اللي انا بسمعه من الناس، الوجع ده اللي بحس ان انا كتير بخرجه من بين السطور لما يتقال لي انا مش عارف ايه اللي حصل، انا مش عارف الجوازه خلصت امتى، هي فجاه طلبت الطلاق، هي فجاه اتغيرت، هي فجاه حسيت ان هي ما بقتش هي اللي انا عايش معاها طول عمري. وتيجي تدور وراه وتنخور، تعرف ان هي مش فجاه ولا حاجه، تعرف ان هو احتفل بالفوز بدري، تعرف ان هو ركن لمشاعر اداها في اول الجواز وشاف ان هي كفايه، تعرف ان هو حس ان انا اديت كتير، انت مش عارفه انا بتعب قد ايه في الشغل، وكأن اللقمه اللي بياكلها لهم والسكن اللي مسكنها لهم هو بيجبي عليهم بيهم، ومحسسهم ان هو كتر خيرك. وما بتكلمش على الرجاله بس، حتى الستات بتقف نفس الغلطه. انا طالع عينيا طبيخ وغسيل ومش عارفه ايه، حلوه جدا، شاكرين جدا ليكي، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. مشاعرك ناحيه الراجل دي شكلها عامل ازاي؟ اهتمامك بيه شكله عامل ازاي؟ امتى قلتي له اخر مره كلمه حلوه؟ امتى طبطبتي عليه طبطبه بجد مليانه مشاعر؟ امتى شاف منك انوثه هو محتاج ان هو يشوفها؟ امتى بصيتي له وعينيكي بتلمع؟ الرجاله يا جماعه محتاجه يتبص لها والعيون فيها لمعه، لمعه اعجاب وتقدير، لمعه ان انا لسه شايفاك، لمعه ان احنا بقالنا 10 سنين و15 سنه متجوزين بس انا لسه عيوني بتلمع لما بشوفك، لمعه ان انت لسه مبهر في عينيا، لمعه ان انت لسه كبير في عينيا، لمعه ان انا مقدراك. اوعوا تستهونوا باللمعه دي، اوعوا تستهونوا باحساس التقدير ده، اوعوا تستهونوا ان الراجل يحس ان هو متشاف. الرجاله عايشه مع مراتاتها ومش حاسين ان هم مش متشافين. والله انا بيجي لي استشارات وتدور على الاستشاره وتلاقي في الاخر ان هو كل مشكلته ان هو مش متشاف، ان هو مش متقدر، وان هو لو حد شافه وقدره بالشكل اللي هو يملاه ويحس بيه بنفسه هيفرق معاه جدا في كل حاجه. اياكم والاحتفالات المبكره، بالعكس انت محتاجها وانت عندك 50 و60 سنه زي ما انت محتاجها في عشريناتك، مش محتاجه عشان خاطر تخدمك وكده، ما انت هتبقوا كبار في السن اصلا محتاجين اللي يخدمكم، بس انت وانت عندك 50 و60 سنه هيبقى لسه عندك مشاعر من نوع مختلف محتاج ان انت تعيشها معاها، تسند عليها، تحس بالونس بيها، تحس ان في حاجه ساندة قلبك كده. والاحاسيس دي كلها مش هتيجي بعد اهمال و... وان انت متجاهلها طول السنين، لا، هتيجي بعد زرع كبير وتعب كبير عملته طول السنين. جميل احساس الفخر، وجميل احساس ان احنا عملنا حاجه، بس الاجمل ان احنا نحتفظ باللي احنا عملناه دهوت، ان احنا نسقيه ونراعيه ونحوط عليه لغايه صفاره النهايه، وقتها بس نقدر نحتفل بالفوز. اتمنى ان لو كان الفيديو عجبكم ان انتوا تعملوا لايك وكومنت وشير، لان ده بيفرق جدا في انتشار القناه. شكرا جدا لكل الناس اللي بتعمل سوبر ثانكس، حقيقي بيفرق معايا جدا نفسيا احساس دعمكم ده هو. واسيبكم دلوقتي في رعايه الله، وهارد لك لمصر، تتعوض المره الجايه ان شاء الله.